انسي بقى كل المشاكل اللي بتقابلك في الكحك، وتعالى اقولك على شوية نصايح ومعلومات هخليكي تقومي تعملي الكحك حالا. الكحك ده هيشرفك قدام ضيوفك وحبايبك. وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك. روحي لا ربنا يكبر بخاطرك في ولادك، يلا تصلي على رسول الله وتدعموا الفيديو وتعملي الشير علشان الكل يستفيد من النصايح والمعلومات اللي هنقول عليها النهارده. علشان الكحك يطلع معاكي ناعم ودايب وما يعضمش معاكي، لازم تبسي الدقيق كويس جدا بالسمنة قبل ما تضيفي اي سوائل علشان ما تعضمش منك، ودي اول نصيحة. الكحك وانت بتعمليه ما ينفعش تزودي في اللبن او المية علشان الكحك ما يطلعش ناشف معاكي. الكحك مقاديره عبارة عن كيلو دقيق، 550 جرام من السمنة، 150 جرام من اللبن أو المية أو ميكس ما بين الاتنين، 70 جرام من السكر، 10 جرام من الخميرة، 5 جرام من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من السمسم. وبدام عاملين الكحك بتاعنا بالسمنة البلدي ما بنضيفش أي روايح. لو عاملاه بسمنة من التانية ممكن تضيفي له أي روايح انت بتفضليها زي ريحة الكحك أو المحلب. الكحك طهو ما تخلصيه تشكيل ما ينفعش يخمر علشان في قلبه بيكنج باودر وخميرة. طهو ما يخش الفرن الخميرة بتتفاعل على طول. لو خمرتيه قبل ما تدخليه الفرن النقشة بتاعته هتروح منه، والكحكاية كمان هتبقى ريحتها كلها خميرة، وفي نفس الوقت كمان الكحكة مش هتطلع ناعمة معاكي. يبقى طالما ما تخلصي تشكيل على طول الكحك دخليه الفرن على طول مباشرة بعد التشكيل على طول. هيطلع الكحكة زي ما هي برسمتها، وفي نفس الوقت هتطلع ناعمة ودايبة معاكي. ولو الكحكاية سادة معاكي هتقعد معاكي في قلب الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة، ما بتقعدش اكتر من كده ولا بتقل عن ربع ساعة. ولو الكحكاية محشية هتقعد معاكي ربع ساعة بالظبط، مش هتقعد معاكي اكتر من كده. الكحكاية لو بتشقق منك في قلب التشكيل وانت بتشكليها، سخني الحتة العجينة كويس جدا في ايديكي وحننيها، وبعد كده تكوريها على طول ومباشرة تشكليها، يا اما تنقشيها يا اما تبصميها بالبصامة. لو كورتي العجينة كلها وسبتيها في قلب الصاج على ما تخلصي وبعد كده تيجي تبصميها هتلاقيها بتشق منك من الجناب، يا اما بتيجي تشكليها بايديكي بتلاقيها برضو شقت معاكي من الجناب، وده مش ناقصه مادة دهنية ولا سوائل. الكحك وانت بتبسيه في البداية لازم يوصل معاكي زي عجينته الغريبة، وبتكون ناعمة معاكي زي الحنة قبل ما تضيفيله اي سوائل خالص. الكحك لو هتحشيه باي حشوات مسكرة ما ينفعش تزودي في السكر في المقادير بتاعته، ولو هتعمليه سادة عندك من 60 جرام سكر لحد 100 جرام في المقادير. الله على الروايح والكحك اللي بيجيب من الاخر، اللهم صل على النبي. الله، بجد تحفه يا بنات، وجربوا المقادير دي هتعجبكم قوي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله. ما تنسوش تدعموا الفيديو. احلى كحك ده ولا ايه؟